أهلا بكم يا جماعة في فيديو جديد على قناة. الموبايلات بقت جزء أساسي من حياتنا اليومية، صح؟ بنستخدمها في كل حاجة، الشغل والدردشة وحتى الترفيه. بس إيه اللي بيحصل لو موبايلك بدأ يهنج أو تلاحظ حاجة غريبة بتحصل فيه؟ للأسف ده ممكن يكون بسبب فيروس. فالنهاردة هنتكلم عن إزاي تحمي موبايلك من الفيروسات وتتعامل معاها لو دخلت على جهازك. متنساش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة، إزاي تعرف إن موبايلك فيه فيروس؟ طيب، أول حاجة محتاجين نعرفها إزاي نكتشف إن موبايلنا فيه فيروس أصلا. لو لاحظت إن البطارية بتخلص بسرعة جدا فجأة، تطبيقات غريبة نازلة على الموبايل من غير ما تحملها، إعلانات بتظهر في كل حتة بشكل مزعج، أو الموبايل بيجي يسخن جدا حتى وإنت مش بتستخدمه. لو أي حاجة من دي بتحصل، ده ممكن يكون فيروس. ازاي الفيروس بيدخل الموبايل؟ طب نعرف الأول الفيروسات دي بتدخل ازاي. عن طريق التطبيقات مش معروفة من الإنترنت، أو ملفات بتنزلها من مواقع مش آمنة. كمان الروابط اللي بتجيلك على واتساب أو الإيميل وتبقى مش واضح. ازاي تتعامل مع الفيروس؟ لو شكيت ان في فيروس، تتصرف ازاي؟ اول حاجة، افتح الاعدادات على الموبايل وروح على التطبيقات وشوف لو في تطبيقات غريبة واحذفها فورا. تاني حاجة، نزل تطبيق انتي فيروس موثوق من على جوجل بلاي او اب ستور. في تطبيقات زي فاست او سكيبر سكاي هتساعدك تنظف جهازك. لو الموضوع ما تحلش، ممكن تضطر تعمل إعادة ضبط مصنع، بس خد بالك احفظ بياناتك المهمة الأول. إزاي تحمي نفسك قدام علشان الفيروس ما تدخلش موبايلك تاني؟ نزل تطبيقات بس من المتاجر الرسمية زي جوجل بلاي وأب ستور. بلاش تفتح أي رابط مش موثوقة، وتأكد إنك تعمل تحديث دوري للنظام والتطبيقات. أخيرا، شغل خاصية الحماية اللي في الموبايل. في النهاية يا جماعة، موبايلاتنا زي أي حاجة غالية بنمتلكها محتاجة رعاية واهتمام. لو ركزنا على شوية خطوات بسيطة هنقدر نحافظ عليها من أي أضرار. لو الفيديو ده كمان مفيد ليك، ما تنساش اللايك والشير علشان تفيد غيرك. ولو عندك أي استفسار أو تجربة مع الفيروسات، اكتبها في الكومنتات تحت وهرد عليك بنفسي. أشوفكم في الفيديو الجاي، ويلا سلام.